اليوزر جنريتد كونتنت اليو جي سي. اكيد الترم ده بنسمعه كتير وطلع ترندنج على السوشيال ميديا دلوقتي. ايه هو اليوزر جنريتد كونتنت وهل يختلف عن الانفلونسر ماركتنج؟ يلا بينا. ببساطه اليوزر جنريتد كونتنت هو المحتوى اللي الجمهور نفسه بيعمله عن البراند، ما بيبقاش اتفاق معين ما بينه وبين الشخص اللي هيعمل اليوزر جنريتد كونتنت زي الانفلونسر اللي انت بتتعاقد معاه عشان تعمل معاه كامبين معين. لا، هو اليوزر جنريتد كونتنت الجمهور نفسه هو اللي بيطلع يتكلم عن البراند، زي مثلا انبوكسنج، بطلع اعمل ريفيوز وهكذا، او حتى لو صور بسيطه جدا ليهم هما بيستخدموا المنتج. طيب هل اليوزر جنريتد كونتنت بيبقى بس من الانفلونسر؟ لا طبعا، اليوزر جنريتد كونتنت ممكن اي حد يعمله. انا لو لسه بادئه على السوشيال ميديا ومعتبرش كونتنت كريتور او انفلونسر قوي، لا انا بحب اعمل فيديوز كده بسيطه على التيك توك او على الانستجرام او ايا كان. عجبني مثلا برودكت معين حبيت ان انا اشاركه مع ناس وهكذا، فاطلع مثلا اعمل انبوكسنج، اطلع اعمل ريفيو وهكذا. فاليو جي سي ما بيبقاش زي الانفلونسر ماركتنج. اليو جي سي انا من كتر ما انا البراند او المنتج عجبني، انا حبيت ان انا اطلع اتكلم عنه بنفسي. ايه اصلا فايده اليو جي سي وليه طالع ترندنج جدا الفتره دي ومعظم البراندز والماركتنج ايجنسيز بيحبوا يطبقوه؟ اليو جي سي قوته ان هو بيبني تراست ومصداقيه اكتر مع الجمهور بتاعك، لان هو بيبان حقيقي اكتر، مش باين ان هو مثلا متصنع او في ما بينه اتفاقيه او كده. لا، انا حبيت اشارك تجربتي مع حاجه معينه فبطلع اشاركها مع جمهور معين. ففكره اليو جي سي باختصار بسيط جدا ان هو حقيقي اكتر وفي مصداقيه اكتر، فبالتالي بيبني تراست وكريديبيليتي للبراند اكتر.